السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض بقى صنف من أصناف العيد الحلوة الجميلة، ويعتبر أهم صنف في الأصناف كلها اللي هو يعني ملك الأصناف كلها، اللي هو الكحك العيد. النهارده هنعمل كحك العيد اللي هو على البارد بطريقة سهلة وبسيطة، اللي هو كحك المحلات. تمام. هنعمل كحك العيد اللي هو على البارد بالملبن، ونعمله سادة كمان بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. بس هاعرّفِك إزاي يطلع جميل كده وحلو أوي زي المخلّات من برّه، ويمكن أحلى كمان، وهتنافسي بيه المحلات اللي برّه كمان. جماله حقيقي وحلاوته هتحسّي إن أنتِ جايباه من برّه، كل اللي هيدوقه منِّك هيقول لِك جايباه منين. يالّا بقى مع بعض نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا للكحك الدايب الهش بتاعنا ده إن شاء الله. دلوقتي معايا بقى أنا كمية الدقيق بتاعتي، معايا كيلو دقيق. كل كيلو دقيق بياخد 550 جرام سمنة. تمام. الكحك اللي على البارد، لازم السمنة اللي إحنا هنعملها ليه لازم تكون باردة ومتلجة. تمام. ما تكونش محجرة أوي يعني، بس في نفس الوقت اللي هي تكون باردة، عشان لما تيجي تتعجن تعمل معانا الفوليوم الأبيض الكويس. تمام. دلوقتي معانا بقى المقادير التانية، معانا سمسم، معانا اللي هي ريحة الكحك، ولبن بودر، ولبن البودر ده اختياري، ومعانا كمان بيكنج باودر وخميرة. تمام. دلوقتي معايا بقى نابلة العجان، هبتدي ان انا احط فيها المكونات بتاعتي. تمام. معايا دلوقتي حطيت 550 جرام سمنة، هنزل عليهم بالسكر البودر، هنزل عليهم بتلات معالق سكر بودر، وبعد كده المعلقة الرابعة اللي انا هحطها مع الخميرة عشان تقوم معايا الخميرة يعني وكده. تمام. هبتدي ان انا اضرب المكونات دي بقى في العجان لحد ما تعمل معايا فوليوم كده وتهيش وتبقى لونها ابيض جميل. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا. خلاص كده يعتبر السمنة بتاعتي خلاص اتضربت واخدت فوليوم كويس جدا. فهي المرحلة دي اللي انا عايزاها، عشان كده لازم تكون السمنة بتاعتي تكون باردة عشان تديني المرحلة دي. هبتدي بقى ان انا انزل الجوانب بتاعتي اللي هي اللي طالعة جامد دي، وهبتدي ان انا اقليها اديها تقليبة مرة تانية، وبعد كده ان انا هعملها هلمها على جنب، عشان هابتدي إن أنا أنزّل عليها المكونات الجافة. تمام. هانزل بقى بالدقيق، لازم أنخله كويس جدًا عشان ممكن يكون فيه أي حاجة كده والّا كده يعني، فلازم يكون كويس معانا. تمام. نوع الدقيق اللي أنا استخدمته النهارده دقيق الأهرامات، ممكن تستخدمي دقيق الأصيل، ممكن تستخدمي دقيق الكوثر، المهم إن هو يكون نوع دقيق كويس للكحك والبسكوت والحاجات دي، عشان ميطردش معانا السوايل أو المادة الدهنية اللي إحنا بنحطها في المكونات. تمام. بعد كده حطيت الدقيق بتاعي ونخلته، حطيت عليه اللبن البودر، حطيت 4 معالق تقريبًا، وبعد كده حطيت اللي هو على طرف المعلقة كده، اللي هو يعتبر ربع معلقة أو نص معلقة مش ممسوحة ريحة كحك، لأن ريحة الكحك اللي معايا دي اللي هي المركزة، فخلي بالك إن انتي لو جبتي ريحة كحك عادية حطي اللي هي مثلا نص معلقة مليانة، انما لو ريحة كحك مركزة واللي هي لونها غامق شوية زي اللي انا جايباها دي، ناخد بالنا ان احنا نحط الكمية ما تكونش كبيرة عشان ما تمررش ولا تغير لون الكحك معانا. تمام. بعد كده نزلت معايا ب4 معالق سمسم محمص، ممكن تجيبي السمسم انتي وتحمصيه في البيت برضه مفيهاش اي مشكلة، ونزلت عليها برشة الملح بتاعتي، وهبتدي ان انا اقلب المكونات كلها كده واديها تقليبة في العجين. تمام. وحطينا كمان نص معلقة بيكنج باودر، اسفة ربع معلقة بيكنج باودر. وبعد كده هجهز المكونات دي واحطها في العجين. هنجهز في المرحلة دي بقى الخميرة بتاعتي، هجيب الكوباية بتاعتي، انا جايبة كوباية مية دافية، ممكن مش هستخدمها كلها عامة، انا هستخدم كوباية الا ربع. انا نزلت في الاول عشان ما خاطرش يعني او ما غامرش بالعجينة كلها، رحت نازلة بكمية نص الكمية بتاعة المية، نزلت بنص كوباية بس، ونزلت عليها بمعلقة السكر اللي انا كنت شايلاها، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة خميرة ممسوحة. تمام. او اللي هو ايه يعني ممسوحة قوي، او ممكن نقول نص معلقة مليانة هرمية. تمام. بعد كده هقلبهم كويس جدا يفوروا على جنب لحد ما انا اكون قلبت المكونات بتاعتي في العجان واتلمت يعني وبقت كويسة. تمام. هبتدي ان انا في المرحلة دي بان انا بس العجينة
في العجان. لو إحنا ما عندناش عجان عادي جدًا ما فيهاش أي مشكلة، هتعملي تجيبي بقى المكونات دي في بولة في بولة عندِك كده غويطة، وتبتدي إن أنتِ بين راحة إيديكِ تمسكي العجينة وتقعدي تبسيها اللي هي بين راحة إيديكِ كده لحد ما تلِم معاكِ وتعمل معاكِ إن هي زي عجينة كده ملمومة شوية أهو زي ما أنتم شايفين كده. أنا عايزة العجينة توصل للمرحلة دي، هتبتدي إن أنتِ تعمليها في العجان بتاخد معاكِ مثلًا 5 دقايق أو 7 دقايق، إنما لو على إيديكِ ممكن تاخد معاكِ من 10 دقايق لربع ساعة على ما توصلي للمرحلة دي، تمام. بس عادي، عادي اللي هي بتتعمل بالإيد عادي، ولازم نصبر عليها لحد ما نوصل للمرحلة دي. بعد خلاص ما خلصنا خلاص الخميرة بتاعتي كانت فارت، فابتديت إن أنا أنزل عليها بالعجين. وفي المرحلة دي إحنا مش هنقلب كتير، إحنا بندي تقليبات بس لحد ما العجينة بتاعتنا تلم، تمام. خلاص هي في المرحلة دي خلاص كانت لمت، العجينة كانت لمت بعد ما حطيت السوائل بتاعتي، بس كانت مشققة حاجة بسيطة جدا، فلازم محتاجة كمية سوائل تانية. فأنا حطيت ربع كوباية مية كمان، اللي هي ما كملتش الربع يعني، أقل من حاجة بسيطة كده لحد ما سبت ربع كوباية بس في الكوباية بتاعتي. يعني أنا مستخدمة كمية السوائل بتاعتي كوباية إلا ربع. اديتها بقى تقليبة كويسة لحد ما وصلت للمرحلة اللي أنا عايزاها دي، تمام. أي نواعم من نواعم العيد خلي بالك إن هي متتقلبش كتير بعد السوائل، تمام، أو اللي هي الحاجات اللي بيتحط لها سوائل ما بنقلبهاش كتير عشان احنا مش عايزينها تاخد عرق، تمام. فناخد بالنا من الحتة زي دي. بعد كده عشان نختبرها نروح جايبينها كده مكورينها واديها بصمة كده بالبصامة او نديها نقشة بالمنقاس عشان نشوف هي هتقطع معانا ولا لأ، وهتحتاج سوائل معانا ولا لأ. هي كانت كويسة مفيهاش اي مشكلة. دلوقتي بقى هجهز الملبن بتاعي، معايا نص كيلو ملبن، هبتدي ان انا احط عليه معلقة سمنة واكوره واجهزه معايا عشان استخدمه، تمام. بعد كده بقى خلاص انا كنت يعتبر خلاص عملت الملبن وعملت العجينة، فابتديت ان انا اكور العجينة بتاعتي. انا وزنت الميزان بتاعي. الكورة كانت كورة الملبن كانت تقريبا من 10 جرام، وكورة العجين كانت تقريبا من 20 جرام، من 20 21 لا من 20 22 جرام، على حسب هتطلع معايا على الميزان، تمام. طيب بعد كده لما نيجي نشكل العجينة لازم أول ما نيجي نشكلها كل كورة خلاص احنا قطعنا الكمية بتاعتنا كلها، كل كورة نمسكها نلينها بإيدينا كويس لأن احنا الجو دلوقتي برد، والعجينة فيها نسبة سمنة جامدة جدا ومش مش متسخنة كمان، لا معمولة على البارد. فعشان نعمل العجينة بتاعتنا كويسة وما تشققش معانا لازم ان احنا نلينها في ايدينا كويس جدا. ولما نيجي نحط فيها العجينة نحط العجينة بتاعتنا ونقفل عليها كويس جدا عشان ما تطلعش من كل الجوانب. يعني لما نيجي نبصمها حاجة بسيطة عشان ما تشققش معانا من الجوانب، تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده انا عملت معاكم 3 كرات عشان اوريكم الطريقة اللي بنعمل بيها تبقى ازاي، تمام. اهو بنقعد نلينها قبل ما نعملها وبعد ما نعملها عشان تبقى كويسة معانا وتدينا البصمة بتاعتنا كويسة، تمام. خلاص كده يعتبر خلصت الكمية بتاعتي كلها وخلصت السيجون بتاعتي كلها. آه رحت بقى خلاص كورتها وعملتها كده. انا عملت كان دي الكمية التانية، عملت صاجين وصاج بسادة وخلصتهم، تمام. دلوقتي درجة الحرارة الفرن بتخش الكحك بيخش على درجة حرارة، اللي هو المحشي بيخش على درجة حرارة 200. بياخد في الفرن من 15 ل20 دقيقة على حسب تسوية الفرن بتاعك. اول ما ياخد لون من تحت خلي بالك ان هو بيبقى طري في الفرن، فاول ما ياخد لون من تحت شيليه كده وشوفيه بياخد لون ولا لا. لو خد لون يبقى شغلي له الشوايه وخلي بالك عليه، تمام. خلي بالنا ان الكحك اللي محشي ما بياخدش في الفرن وقت كبير عشان ما يفرقعش معاكي، فناخد بالنا من الحته دي، تمام. الكحك الساده بقى بياخد درجه حراره 180 وبيقعد 25 دقيقه على حسب ما ايه ما يتحمص، من 20 ل25 دقيقه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، طالع جميل جدا وطعمه خرافة، هتنافسي بيه حقيقي افخم المحلات. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الاشتراك في القناة وتحطولي لايك جميل زيكم وتسيبيلي تعليق حلو زيكم وتستنوا وصفات العيد الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. حبيت اوريكم اهو السادة كمان اهي ما شاء الله اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله.